أريوس يا اخواتي، اول حاجة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. ومعاكم كلوة، وهقدم لكم فيديوهات كتير لملخصات انمي ومانهوا، فيا رب الفيديوهات تعجبكم. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يا معلم. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا لملخص النهارده. في بداية قصتنا بنشوف مدرسة ثانوية كلها زومبي بياكلوا في البشر، وفي 3 تلاميذ بيحاولوا يهربوا، وواحدة منهم اسمها ري بتحاول تأخر الزومبي شوية علشان أصحابها يلحقوا يهربوا، بس الزومبي مسك العصاية اللي بتضرب بيها ورماها على الأرض وهجم عليها، لكن واحد من أصحابها اسمه هيساجي بينقذها وبيضرب الزومبي، وبعدها بيهربوا هم ال3. وعلشان نعرف الموضوع ايه نرجع لورا قبل ما الزومبي يسيطر على المدرسة. وفي ولد اسمه كومورو كان واقف سرحان وبيفكر، وصاحبته تاكاجي راحت له وقالت له ازاي تسيب حصصك وتقف هنا، هو انت طالب في ابتدائي؟ انت فعلا غبي. بس كومورو ما ردش عليها وكمل تفكير تاني، وتاكاجي قالت له كل ده عشان صاحبتك رفضتك وسابته ومشيت. وفجأة كومورو لقى شخص شكله غريب وبيضرب راسه في بوابة المدرسة من غير سبب، وطلع له استاذ الالعاب، ولما حاول الاستاذ يتكلم مع الشخص الغريب عضه، والاستاذ اترمى على الارض ومات. والمدرسة ما كانتش مصدقة ان اصابة زي دي قتلته، بس بعدها الاستاذ فتح عينه تاني، والمدرسة فرحت وقربت منه تطمن عليه، بس الاستاذ هجم عليها وعضها. وكومورو جرى على الفصل بتاعه وراح لري وقال لها تعالي معايا بسرعة، وري ما كانتش فاهمة في ايه ورفضت تمشي معاه، بس كومورو ضربها بالقلم وقال لها تعالي معايا وانت هتفهمي كل حاجة. وري راحت مع كومورو، وراح معاهم هيزاشي صاحبهم، وري سألت كومورو عن سبب اللي عمله، وكومورو قال لها ان اساتذة الالعاب بياكلوا ببعض بسبب شخص غريب عض استاذ منهم. وري وهيزاشي ما كانوش فاهمين حاجة بس فضلوا مع كومورو، وكومورو قال لهم انهم لازم الاول يجيبوا سلاح، وابتدوا كلهم ياخدوا اي حاجة تنفع كسلاح. وري فكرت انها تكلم الشرطة لان ابوها شغال هناك، بس لما اتصلت لقيت كل الخطوط غير متاحة. وفجأة سمعوا تنبيهات في المدرسة بتقول بأن في حوادث عنيفة بتحصل جوه المدرسة، ولازم كل الطلاب يسيبوا الفصول ويتحركوا المكان آمن. وكل الطلاب بدأوا يجروا وكانوا خايفين، أما كومورو وأصحابه فظهر قدامهم زومبي. وري كانت خايفة منه، بس هيزاشي شجعها وقال لها قتليه. وري هجمت على الزومبي لأنها بطلة في القتال بالرمح، وقدرت إنها تحط الرمح في قلبه، بس طبعا الزومبي ما حصلوش حاجة وضرب ري ورماه على الارض. وري ما كانتش لسه فاهمة اللي بيحصل، وهيزاشي هجم على الزومبي ومسكه من رقبته، وكومورو قال له سيبه خلاص، بس هيزاشي قال له ما تقلقش انا ماسكه كويس. وفجأة الزومبي لف راسه وبص على هيزاشي وعضه في ايده. وري حاولت تنقذ هيزاشي بس ما عرفتش، وقالت لكومورو انقذه مش انت راجل اعمل اي حاجة. وكومورو هجم على الزومبي وقتله. وفي الوقت ده كان الزومبي سيطر على المدرسة وابتدوا يحولوا في الطلاب واحد ورا التاني، وكومورو واصحابه طلعوا فوق سطح المدرسة بس ابتدوا يظهر قدامهم زومبي، والباقي بقى انتوا عارفينه. وكومورو واصحابه قدروا يوصلوا لمكان على السطح ويحطوا سد يمنعوا بيه الزومبي انهم يوصلوا لهم، بس فجأة هيزاشي كح دم وبدأ يتحول. وري كانت بتبكي وبتقول ازاي ده يحصل من مجرد عضة. وكومورو قال يبقى اللي بيحصل ده زي الافلام بالظبط، اللي بيتعض بيتحول. وهيزاشي طلب من كومورو يرميه من على السطح، بس ري كانت بتصرخ وبتقول لا، لحد ما هيزاشي مات وتحول لزومبي. وكومورو طلب من ري انها تبعد عنه، وري كانت رافضة، بس كومورو مسكها وخلاها تبعد بالعافية وهجم على هيزاشي وقتله. وري فضلت تصرخ. وفي الوقت ده تاكاجي كانت بتحاول تهرب من الزومبي مع واحد تاني صاحبها، وصاحبها ده كان مرعوب وخايف، بس تاكاجي قالت له لو خفت هتموت وانا عاوز اعيش تعالى ورايا الله. وجري الولد ورا تاكاجي. ونرجع تاني لكومورو وري، وكانوا لسه قاعدين مكانهم، وكومورو بيفكر في اللي حصل وفي قتله الهيزاشي، بس ري قالت له انها هتحاول تتصل بابوها تاني، ورنت ري على ابوها وحاولت تكلمه، بس ابوها ما قدرش يسمعها كويس بسبب اللي حصل وما عرفش صوتها، وقال لها ان المدينة خربانة وفي زومبي بياكلوا في الناس. وري سمعت صوت رصاص
الرصاص وقفلت السكة. وكومورو سألها في ايه، وري قالت له انا مش مصدقة ان ابويا ما عرفش صوتي، يعني بص يا اخي هو ده كل اللي هممها. فالمهم نروح بقى لتاكاجي اللي كانت لسه مع صاحبها، وصاحبها قال لها انهم ممكن يستنوا قوات الدفاع، بس تاكاجي قالت له ان قوات الدفاع هتنقذ مين ولا مين، واكيد الفوضى في المدينة كلها. وكملوا هما الاتنين الهروب. وفي عيادة المدرسة كانت الممرضة ميريكاوا موجودة مع طالب ولسه مش فاهمة ايه اللي بيحصل، والزومبي هجم عليهم، والطالب ضحى بنفسه عشان يحمي ميريكاوا، والزومبي هجم عليه وعضوه. والزومبي كانوا رايحين ناحية ميريكاوا، بس فجأة ظهرت بنت معاها سيف وانقذت الممرضة وقتلت الزومبي، وقالت للطالب اللي اتصاب ان اسمها ساياكو بوسوجيما وانها معجبة بشجاعته، لكن كل اللي بيتعض بيتحول، والاحسن انها تنهي حياته علشانه. والطالب وافق وطلب منها تعمل كده. وميريكاوا قالت لسياكو انت بتعملي ايه، بس سياكو قالت لها انا مقدرة انك ممرضة بس لازم اقتله قبل ما يتحول. وسياكو طيرت راس الولد على طول. اما تاكاجي فراحت لأوضة المعدات وكانت بتحاول تلاقي اسلحة تدافع بيها هي وصاحبها هيرانو عن نفسهم. والزومبي اقتحم الأوضة وهجم على تاكاجي، لكن هيرانو كان عامل سلاح بالمعدات وضرب بيه الزومبي وانقذها. وفي الوقت نفسه كومورو كان بيصد هجوم الزومبي بخرطوم المطافي قبل ما يوصلوا لهم. وهنا تاكاجي وهيرانو خرجوا من الأوضة اللي كانوا فيها، وهيرانو كان ماسك السلاح اللي عمله وبيضرب بيه الزومبي. ونروح بقى لري وكومورو اللي كانوا اتحركوا من مكانهم وابتدوا يضربوا في الزومبي وقدروا ينزلوا من على السطح. وري سألت كومورو هيروحوا فين، وكومورو قال لها انهم هيرجعوا البيت ويدوروا على ناجين تانيين ويحاولوا يجمعوا ناس على قد ما يقدروا عشان يقدروا يقضوا على الزومبي. وري قالت له انا اطمنت على والدي انه بخير ولازم تتصل بالبيت عندك، بس كومورو قال لها انه مطمن شوية لان ابوه برا المدينة وامه مش في البيت لانها مدرسة في مدرسة ابتدائية. بس في نفس اللحظة قال لنفسه اكيد انا قلقان على اهلي لان الوضع بقى فوضوي خالص، وخصوصا ان امي شغالة في مدرسة. وفي الوقت ده تاكاجي وهيرانو كانوا بيدوروا على طريقة يلفتوا بيها انتباه الزومبي عشان يقدروا يهربوا، بس فجأة الزومبي جه من وراهم وهجموا عليهم. ونروح بقى لسياكو وميريكاوا اللي كانوا بيحاولوا يوصلوا لمكان مفاتيح العربيات. وفي نفس اللحظة هيرانو وتاكاجي كانوا بيقاتلوا الزومبي، وفجأة في زومبي جه من ورا تاكاجي وحاول هيرانو يضربه بالسلاح اللي معاه، بس ليه السلاح فضي. وتاكاجي صرخت بصوت عالي وكل الناجيين اللي في المدرسة سمعوها. وتاكاجي حاولت تضرب الزومبي بأي حاجة جنبها لحد ما لقيت آلة ثقيلة وضربت بيها الزومبي في دماغه، لكنها ما كانتش مستحملة المنظر اللي حصل ده. وفي اللحظة دي كومورو وري وسياكو وميريكاوا كانوا وصلوا عندهم وقضوا على بقية الزومبي واتحرفوا كلهم على بعض. بس تاكاجي كانت لسه بتبكي ومصدومة من اللي حصل، وبالصدفة لقيت مراية قدامها، ولما بصت عليها ولقيت هدومها مليانة دم قالت انها عاوزة تروح لأمها وفضلت تبكي. وسياكو حضنتها وحاولت تهديها، وبعدها راحوا كلهم للمكتبة. وتاكاجي رجعت لطبيعتها تاني وفضلوا يفكروا على طريقة مناسبة للهروب. وفجأة سمعوا خبر في التلفزيون بيقول ان الحكومة بدأت تتخذ اجراءات طارئة ضد اعمال الشغب اللي بتحصل في المدينة. والمذيعة كانت بتقول ان المحافظ اعلن حالة الطوارئ والناس لازم يلزموا بيتهم لان الموضوع خطير. وكومورو اتعصب وقال هم ليه مش بيقولوا الحقيقة، لكن تاكاجي قالت له علشان ما يسببوش الخوف للناس وان الفوضى بتسبب تعطيل في النظام، ومن غير النظام مش هيقدروا يتعاملوا مع فوضى الزومبي دي. والاخبار كانت بتقول ان الظاهرة الغريبة اللي حاصلة بدأت تنتشر في العالم كله، وبعدها الارسال قطع. وكومورو قال ان الزومبي انتشروا في العالم كله. وري قالت وهي بتحاول تطمن نفسها ان اكيد الوضع هيبقى احسن، لكن تاكاجي قالت لها ان ده اكيد مش هيحصل. وكومورو قال لتاكاجي مش لازم تكون صريحة للدرجة دي، بس تاكاجي قالت له ان ده وباء واحنا مش هنقدر نعمل حاجة، وان ده مرض معدي وبيتفشى في العالم كله. وكومورو قال لها يعني زي الانفلونزا، وتاكاجي قالت له انه بيشبه اكتر الانفلونزا اللي انتشرت في اسبانيا سنة 1918 ومات فيها اكتر من 50 مليون شخص. وكومورو سألها لو في طريقة تخلي الوباء ده يوقف، لكن ميريكاوا قالت له ان في نظريات كتير عن الموضوع ده، والاوبئة في العادة بتوقف لما بيموت ناس كتير لان ما بيكونش في عدد كفاية
من الناس عشان ينشروا الوباء. وهيرانو قال بس دلوقتي الموتى بيرجعوا للحياة تاني وبيهاجموا الناس. وسياكو قالت يعني مفيش طريقة تخلي الوباء ده يوقف. بس ماريكاوا قالت ان ممكن مع درجة حرارة الجو يبقوا هياكل عظمية ويتحللوا وما يقدروش يهاجموا حد. لكن تاكاجي قالت احنا مش متأكدين اذا كانوا هم هيتحللوا ولا لا، وان المنطق الطبي ما بينطبقش على الجثث اللي بتتحرك وبتهاجم الناس. وسياكو قالت لهم في الحالة دي لازم نتعامل كفريق عشان نعرف ننجى بحياتنا. وقالوا ازاي هنخرج من هنا؟ وتاكاجي قالت احسن طريق اننا نروح للمدخل الامامي لانه اسرع طريق لموقف السيارات. وكلهم اتحركوا على هناك وكانوا في طريقهم بيقاتلوا الزومبي، ولقوا مجموعة من الناجيين وكانوا 3 اولاد وبنتين وساعدوهم في قتل الزومبي وقالوا لهم لازم تخرجوا معانا. وبعدها لقوا مجموعة من الزومبي وتاكاجي قالت ان الزومبي بينجذبوا للصوت فمالوش لازمة نستخبى هنا. لكن كومورو قال لها طب روحي عندهم كده ورينا. لكن سياكو اقترحت انهم يبعتوا حد عشان يعرفوا نظرية تاكاجي صح ولا غلط، وعرض كومورو ان هو اللي يروح. لكن سياكو قالت لا انا اللي هروح. لكن كومورو قال لها انت لازم تفضلي ورانا علشان لو حصل اي هجوم علينا. وري ما كانتش عاوزة كومورو يروح، لكن سياكو قالت لها انا مقدرة شعورك بس سيبيه لان ده قراره. ونزل كومورو وفضل يمشي وسط الزومبي من غير ما يعمل صوت، والزومبي ما حسوش بيه وقال لنفسه انهم فعلا مش بيقدروا يشوفوني. وكومورو مسك جزمة كانت مرمية على الارض وحدفها بعيد وكل الزومبي اتحركوا ناحيتها ونزل اصحابه كلهم. لكن اخر واحد منهم خبط في حديد السلم اللي نازل منه والصوت كان قوي والزومبي كلهم سمعوا الصوت واتحركوا ناحيته. وكومورو قال لاصحابه اهربوا وفضلوا كلهم يقتلوا في الزومبي. لكن الزومبي كانوا كتار جدا وفي كل مكان، وواحد من المجموعة اللي لقيوها في طريقهم الزومبي هجموا عليه وعدوه. وكومورو والباقيين قدروا يوصلوا للاتوبيس بس قبل ما يتحركوا سمعوا مجموعة ناس بيستنجدوا بيهم وجارين ناحية الاتوبيس. ولما بصوا عليهم سياكو قالت ان ده شيدو مدرس وفضلوا واقفين بالاتوبيس. وكومورو كان عاوز ينزل يساعده بس ري قالت له انت مش محتاج تساعده سيبه بس يموت هنا. وفي اللحظة دي كانت المجموعة بتحاول توصل للاتوبيس وشيدو كان واقف وبيقول لهم اجروا بسرعة، بس طالب منهم وقع على الارض والطالب طلب من شيدو المساعدة لكن شيدو ضربه في وشه وقال له العالم اللي انت تعرفه انتهى والعالم الجديد مفهوش مكان للضعفاء. وشيدو سابه للزومبي ياكلوه وجري هو للاتوبيس مع الباقيين. والاتوبيس اتحرك بكومورو والباقيين وتوجهوا ناحية المدينة اللي كانت كلها مدمرة والنار في كل مكان. وواحد من مجموعة شيدو قال احنا ليه ركبنا مع كومورو واللي معاه؟ احنا ما كناش اصلا عاوزين نروح المدينة، ومش الاحسن لو كنا دورنا على مكان في المدرسة نستخبى فيه؟ وماريكاوا وقفت الاتوبيس وقالت انا مش عارفة اسوق وسط الدوشة دي. وسياكو قالت له يعني انت عاوز تعمل ايه؟ والولد شاور على كومورو وقال انا مش قادر استحمله. وكومورو وقف وقال له هو انا عملت لك حاجة زمان؟ والولد كان هيضرب كومورو بس ري ضربته بالعصاية بتاعتها. والمدرس شيدو وقف وهو بيسقف وقال اللي حصل ده بيثبت وجهة النظر بتاعتي وان احنا محتاجين زعيم، وبما ان مدرسكم كلكم فانا اكتر شخص مناسب للكلام ده. واغلب الطلاب وقفوا وسقفوا وشيدو قال يبقى كده انا بقيت الزعيم باغلب الاصوات. بس ري نزلت من الاتوبيس وقالت انا مستحيل اتحرك مع الندل ده. وكومورو نزل وراها وكان بيحاول يقنعها تفضل معاهم لحد ما يوصلوا لمكان امن. بس فجأة جه اتوبيس تاني كان جواه زومبي بياكلوا في البشر واتقلب الاتوبيس وكان هيخبط في كومورو وري، بس هما الاتنين بعدوا في الوقت المناسب وهما الاتنين وصلوا النفق والاتوبيس قفل عليهم الطريق. وحاولت سياكو انها تلحقهم بس نزلوا من الاتوبيس زومبي كتير. وسياكو اضطرت ترجع تاني للاتوبيس وقالت لكومورو انهم هيتقابلوا من الناحية التانية. والاتوبيس اتحرك، اما كومورو وري فجريوا بسرعة في النفق واتوبيس الزومبي انفجر وعدوا هما الاتنين للناحية التانية. وفجأة ظهر زومبي وهجم على كومورو وكان بيحاول يعضه وضربه في راسه بالخوذة اللي كان لابسها. بس ري انقذت كومورو وقتلت الزومبي وبعدها لقوا موتوسيكل ومشوا بيه وفضلوا يتمشوا في المدينة ولقوا طيارة حربية معدية والزومبي كانوا في كل مكان والمدينة كانت مدمرة خالص ومفيش اي اثر لاي حد. وكومورو كان بيدور
تدور على اي ناجيين، وري شافت عربية منورة وافتكرت ان ممكن يكون فيها حد عايش، بس لما قربوا منها لقيوها متدمرة وجواها ظابط ميت وجنبه مسدس. وري سألت كومورو لو بيقدر يستخدمه، وكومورو اخذ المسدس. وري جابت له رصاص زيادة من الشرطي وراح يحط بنزين، بس المشكلة ان كومورو ما كانش معاه فلوس. وري قالت له انت فعلا الاسوأ، بس كومورو قال لها اكيد اصلا انا عمري ما هكون زي هيزاشي. وري قالت له هو انا انت قارنتك بهيزاشي؟ انت فعلا الاسوأ. وفضلوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض ويزعقوا، وكومورو قال لها زعقي زي ما انت عاوزة، وسابها ودخل البنزيمة عشان يجيب فلوس. وفجأة هجم شخص على ري، وكومورو سمع صرختها وجري يشوفها، وليه ولد ضخم حاطط السكينة على رقبة ري وقال لها انا محتاج بنت معايا في العالم اللي مليان وحوش ده، وانا شفت اهلي كلهم هم بيتحولوا قدام عيني وقتلتهم بايدي. وامر يحط بنزين في الموتوسيكل ويسيب المفتاح هنا. وكومورو عمل اللي طلب منه الولد وقال له يسيب ري، بس الولد رفض. وكومورو هجم عليه بالمسدس وضربه بيه، والولد اترمى على الارض مصاب. وكومورو ركب على الموتوسيكل وقال لري يلا بينا بسرعة، والولد ده هنسيبه هنا. وقال لها احنا ما ينفعش نفضل في المكان ده لاننا عملنا دوشة كتير، ده غير ان الولد ده ما يستاهلش. وري بصت على الولد وقالت لكومورو عندك حق، وركبت وراه. والولد قال لهم هو انتوا فعلا هتسيبوني هنا؟ وترجاهم يساعدوه، بس كومورو وري سابوه للزومبي اللي جم على صوت الرصاص ومشيوا. وري سألت كومورو هو ليه هادي كده، وكومورو قال لها ان ممكن حاجات زي كده تحصل من هنا ورايح. وري قالت له فعلا عندك حق. وكومورو كان بيقول لنفسه مفيش طريقة هتنسيني اللي حصل في اول يوم من نهاية العالم قتلت شخص. وفي الوقت ده كان بقية اصحاب كومورو بيحاولوا يطلعوا من المدينة، بس الطريق كان مقفول بسبب الناس اللي كانت بتحاول تخرج. وتاكاجي قالت ان في طريقة تانية ممكن يخرجوا بيها من المدينة وهي المطار العائم. اما سياكو فكانت بتفكر في كومورو وري واللي حصل معاهم. ونرجع تاني لكومورو، وبالصدفة هم ماشيين لقوا اشخاص بيقتلوا في الزومبي والناس ومش مخلين حد، كأنهم في رحلة. واول ما شافوا ري وكومورو حاولوا يمسكوه بس كومورو جري بعيد عنهم. وري استغربت وقالت الكل اتجنن. وكومورو قال لها زينا احنا كمان، وكملوا طريقهم عشان يعدوا الجسر ويوصلوا لاصحابهم. وفي الاتوبيس كان شيدو بيقول للطلاب لازم نبقى فريق واحد ونبعد عن اللي ممكن يوقعوا بينا زي كومورو وري، ونبقى ايد واحدة مع بعض. والطلاب كانوا متحمسين ومبسوطين من كلامه. وسياكو قالت يا ترى كومورو وري فين دلوقتي؟ وتاكاجي قالت لها مش الاحسن انك تفكري في عيلتك؟ بس سياكو قالت لها انها ما عندهاش الا ابوها، وابوها ده عايش في الخارج. وابتدوا كلهم يتكلموا مع بعض، وتاكاجي اقترحت يروحوا مكان تاني احسن من ده، وقالت لشيدو انهم هيمشوا لان عندهم اهداف تانية. بس شيدو قال تقدروا كلكم تمشوا، بس ميريكاوا لا لانها ممرضتنا واكيد هنحتاجها. لكن هيرانو هدد شيدو بالسلاح بتاعه علشان يسيبهم، وقال له ان الحياة الطبيعية ما بقاش ليها لازمة وانه ممكن يقتلوا عادي. وشيدو خاف وبعد بعيد. ونزلت ميريكاوا والباقيين من الاتوبيس، بس الزومبي اتجمعوا حوالينهم وبدأوا يقتلوهم. بس فجأة ظهروا كومورو وري وانقذوهم. وكومورو رمى المسدس لهيرانو وفضل هيرانو يضرب بيه زي المجنون. وري بدأت تقتل بالعصاية بتاعتها، وقدروا يخلصوا على كل الزومبي ويقضوا عليهم. وبعدها ميريكاوا قالت لهم انها معاها صاحبتها عندها بيت قريب من هنا وفي عربية كبيرة زي الدبابة. وراحوا كلهم مع بعض وقتلوا الزومبي ودخلوا البيت. وهناك كومورو وهيرانو لقوا أسلحة كتيرة. وكومورو قال هو ايه نوع اصحاب ميريكاوا بالظبط، وهيرانو ابتدى يحضر الأسلحة وكان فاهم فيها. وكومورو استغرب وسأله لو بيقدر يستخدمها، وهيرانو قال له انه كان بيتدرب في امريكا تبع شركة عسكرية خاصة وبيقدر يضرب كويس بالأسلحة. ولما كومورو شغل التلفزيون ليه اخبار بتقول ان في وقفة احتجاجية في امريكا واليابان، وبيقولوا ان اللي بيحصل ده سببه سلاح بيولوجي عملوه الحكومة اليابانية والامريكية. وكومورو اتعصب وقال يعني هم السبب. وفي الوقت ده الشرطة كانت بتحاول تقتل الزومبي اللي عاوزين يعدوا الجسر. وظهرت ام ماسكة بنتها وفضلت تقول بنت حية ارجوكم خلينا اعدي. والشرطي فضل يبص عليها وكان مستغرب جدا لان الزومبي ما قربش للست. وفجأة البنت الصغيرة اتحولت لزومبي وهجمت على امها وعضتها
يعرفها، والشرطي كان واقف مذهول جدا من اللي حصل. ونرجع تاني لكومورو، وكان لسه بيتفرج على الاخبار. وفي اللحظة دي ظهر شخص وضرب نار على الزومبي، بس الطلق وقع منه والزومبي هجم عليه وعضوه. وكومورو كان عاوز ينزل يضرب الزومبي بالنار، بس سياكو قالت له انت نسيت ان الزومبي بينجذبوا للاصوات، ده غير الناس اللي لو سمعوا صوت هيجوا للبيت، واحنا مش هنقدر نحمي ناس كتيرة كده. وكومورو فضل يبص بالمنظار ولقى الزومبي في الشارع بياكلوا في ناس احياء. وبالصدفة شاف راجل ومعاه طفلة كانوا بيحاولوا يهربوا من الزومبي، ووصلوا للبيت. والاب فضل يخبط وينده ان حد يفتح له، بس اصحاب البيت قالوا له امشي مفيش مكان هنا. والاب علشان ينقذ بنته كان عاوز يكسر الباب، بس اصحاب البيت قالوا له خلاص احنا هنفتح دلوقتي. والاب فرح، واول ما الباب اتفتح جري الاب بسرعه عشان يدخل، بس فجاه صاحب البيت ضربه بالسلاح وقال له انا اسف بس مفيش حل قدامي. والبنت كانت واقفه ومصدومه ومش عارفه تعمل ايه، واترمى الاب على الارض وبنته جريت عليه وهي بتبكي. بس ابوها طلب منها تروح لمكان امن، لكن البنت قالت له انا هفضل معاك. وفضلت تصرخ، وبدأ الزومبي يتحركوا ناحية صوت البنت. وكومورو وهيرانو شافوا اللي حصل، وهيرانو صوب ناحية الزومبي وابتدى يضرب فيهم بسلاحه. والبنت كانت قاعدة مكانها ومستغربة من كل اللي بيحصل. وهيرانو قال لكومورو دي بنت صغيرة روح انقذها وانا هغطيك من هنا. وري حاولت توقفه، بس سياكو قالت لها ده قراره سيبيه يعمل اللي هو عايزه واحنا هنحمي المكان هنا. وري ادت المسدس لكومورو، واتحرك كومورو بالموتوسيكل بتاعه باقصى سرعه. وطبعا كانوا الزومبي متجمعين ناحيه البيت بسبب صوت الموتوسيكل العالي، بس كومورو نط بالموتوسيكل وعدى منهم. وتاكاجي نزلت على الصوت وقالت لري وسياكو ايه اللي بيحصل وايه الدوشه دي. وري قالت لها احنا لسه بشر. اما كومورو فوصل للبنت الصغيره وبدا يضرب في الزومبي، وهيرانو كان بيغطيه من بعيد وبيساعده وبيضرب الزومبي بالنار. وهجمت زومبي على كومورو من ظهره، بس البنت الصغيرة حذرته. وكومورو طلع مسدسه وقتل الزومبي وشكر البنت على مساعدتها. وفي الوقت ده اصحاب كومورو فكروا انهم ياخدوا العربية ويتحركوا بما ان الزومبي انجذبوا ناحية كومورو. وسياكو قالت ان دي احسن فرصة ليهم، بس ري قالت ان ممكن كومورو ما يعرفش يحصلهم حتى لو معاه موتوسيكل. وتاكاجي قالت خلاص احنا ناخد العربية ونجيب كومورو وبعدها نمشي. وكومورو كان خلص على الزومبي وغطى جثة ابو البنت، والبنت ودعت ابوها، والباقيين استعدوا وجابوا كل الحاجات اللي محتاجينها وحطوها في العربية وحضروا نفسهم. وتاكاجي ادت الاشارة لهيرانو عشان يسيب مكانه وينزل لهم. اما كومورو فشال البنت الصغيرة والكلب وطلع على سور البيت ومشى عليه وحاول يبعد عن الزومبي، بس في واحدة من الزومبي لمست رجله وكانت هتوقعه، بس كومورو ضربها ولحق نفسه. وفي اللحظة دي جم اصحابه في العربية وكانوا ماشيين بيها بسرعة كبيرة جدا، وسياكو واقفة فوق العربية وابتدوا يدوسوا على الزومبي بالعربية. وصلوا لمكان كومورو وطلبوا منه يروح لهم، بس الزومبي كانوا محوطين كومورو. واضطرت سياكو تنزل وابتدت تقتل في الزومبي، وهيرانو كان بيضرب عليهم بسلاحه لحد ما كومورو قدر يوصل لهم. وهربوا كلهم بالعربية من الزومبي وعدوا بيها من النهر. وفي الطيارة الرئاسية الأمريكية واحد من المسؤولين قال للرئيس احنا محتاجين نهاجم الدول اللي ممكن يطلقوا صواريخهم علينا، وطلب من الرئيس انه يقول لهم على كود تفعيل 666 دلتا، وده لان الرئيس والمسؤول اتعضوا وممكن يتحولوا في اي لحظة. وفجأة بدأ المسؤول يتحول لزومبي وقال لهم انا مش هستحمل كتير، وطلب من الضابط يقتله، وطلب من الرئيس انه يفعل الكود، واضطر الضابط انه يقتل المسؤول بعد ما الرئيس امر له بكده. ونروح لكومورو واصحابه اللي كانوا بيعدوا المية بالعربية وصلوا للناحية التانية. وهيرانو قال لكومورو ان البنت الصغيرة قالت ان اسمها ماريساتو أليس وفي سنة تانية ابتدائي، وابوها مراسل صحفي، وان ابوها قال لها قبل ما يموت انهم المفروض يقابلوا امها. وهيرانو ادى لكومورو بندقية الصيد وقال له استخدمها وكل اللي عليك تضربهم في راسهم، بس كومورو قال له انه بيعرف يستخدم المضرب احسن، لكن هيرانو وراله ازاي يستخدم السلاح.
السلاح، وكومورو وافق انه ياخد السلاح. وكومورو قال لهم احنا لازم نروح بيت تاكاجي لانه اقرب بيت قدامنا. وتاكاجي قالت له انا عارفه الوضع ومش هتضايق لو شفت اي حاجه. وركبوا كلهم العربيه وراحوا على بيت تاكاجي. وفي الطريق ري قالت لكومورو انت مش ملاحظ اننا ما شفناش اي زومبي من الفجر، ومعنى كده ان ممكن الوضع يتحسن. وكومورو قال لها اتمنى ان ده يحصل. بس فجأة هيرانو شاف بالمنظار مجموعة من الزومبي على الطريق. وكومورو قال ان عددهم بيبقى اكتر كل ما بنقرب من المنطقة اللي فيها بيت تاكاجي. وفي اللحظة دي العربية دخلت في سور حديد وكسرته، وري اترمت بعيد والزومبي راح ناحيتها. وكومورو نزل بسلاحه وصوب على الزومبي وابتدى يقتل فيهم وينفذ تعليمات هيرانو اللي قالها له عن استخدام السلاح. ولما سلاحه فضي جاي طلع الرصاص من جيبه لكنه واقع منه كله والزومبي حوطوهم. بس كومورو اخذ السلاح اللي كان مع ري وكمل قتل في الزومبي، واصحابه كانوا بيساعدوه وبيقتلوا معاه في الزومبي. وماريكاوا كانت بتحاول تشغل العربية لكن العربية ما كانتش راضية تشتغل. وتاكاجي نزلت من العربية وبدأت تقتل في الزومبي وهي بتقول لنفسها انا مش جبانة. والزومبي بدأوا يكتروا ويزيد اعدادهم والعربية لسه مش راضية تتحرك وكلهم فقدوا الامل ورصاصهم خلص. بس كومورو وسياكو راحوا ناحية الزومبي وفضلوا يضربوا فيهم ويحاولوا يعملوا اصوات عشان يجذبوهم بعيد عن اصحابهم، لكن الزومبي كانوا لسه بيتحركوا ناحية اصحابهم. وهيرانو قال لأليس انت والكلب هتروحوا الناحية التانية من السور واحنا هنجي وراكم، وده طبعا علشان ينقذها. بس أليس قالت له انت كذاب، دي نفس النظرة اللي شفتها في عين ابويا قبل ما يموت. وفضلت تبكي وتصرخ وتقول ما تسيبونيش لوحدي. وفجأة جت عربية انقاذ وابتدوا يقتلوا في الزومبي وانقذوا المجموعة كلها. وامريكاوا شكرت شخص من فرقة الانقاذ لكن الشخص ده قلع الخوذة اللي كان لابسها وقال لها كان لازم انقذ بنته واصحابها. واتضح ان الشخص ده يبقى ام تاكاجي. وتاكاجي نطت من الفرحة لما شافت امها وجريت عليها وحضنتها. وكومورو شاف اللي حصل من بعيد وكان مبسوط باللي حصل. بس سياكو قالت له ان لسه الوضع خطر زي ما هو. وتاكاجي قالت لكومورو وسياكو انا هستناكم في بيتي. وكومورو قال لسياكو انا اعرف المنطقة هنا. وخدوا طريق تاني عشان يوصلوا لاصحابهم وفضلوا ماشيين في شوارع المدينة لغاية ما لاقوا مكان فيه موتوسيكلات كتير ولاقوا عربية بتقدر تمشي في المية واتحركوا بالعربية وداسوا على الزومبي في طريقهم. بس الزومبي قاموا تاني وراحوا ناحيتهم. وكومورو مشي بالعربية على المية وفضلوا ماشيين في المية وراحوا لجزيرة صغيرة وقعدوا فيها عشان يرتاحوا وبعدها كملوا طريقهم. بس الزومبي كانوا كتير في الشارع وعلشان ما يجذبوش الزومبي لبيت تاكاجي كومورو دخل بالعربية في نافورة وابتدى يتحرك فيها ويعمل صوت عالي وربط العربية في النافورة. وسياكو نزلت منها وفضلت تقتل في الزومبي علشان تعدي. وكومورو طلع وراها وكان بيساعدها وفضل يبص عليها وقال انها قوية جدا. بس فجأة سياكو لقيت اطفال زومبي صغيرة وقفت مصدومة ومعرفتش تعمل حاجة والاطفال كانوا يهجموا عليها. بس كومورو لحقها وقتل الزومبي بالبندقية. وكومورو اخد سياكو وهرب بيها على معبد قريب منهم. وبالليل سياكو قالت لكومورو انها حصلت معها حادثة من 4 سنين وفي الحادثة دي هجم عليها شخص بالليل بس هي ضربته بسيفها الخشبي وقتلته. وبعدها راحت للشرطة والشرطة رجعتها للبيت. وكومورو قال لها طيب ده ما فيهوش مشكلة لانه كان دفاع عن النفس. بس سياكو قالت له ان الموضوع مش كده لان استمتعت فعلا بالاحساس ده وان واجهت عدو حقيقي وانا اللي اتظاهرت بالخوف عشان يتمادى واقدر اقتله. وكومورو استغرب من كلامها جدا وقال لها انا كمان قتلت واحد في اول ظهور للزومبي. بس سياكو قالت له انت عملت كده بعد اللي حصل بس انا عكسك وانا فعلا بتبسط بالقتل واتاكدت من الاحساس ده لما دخلنا في النافوره. بس كومورو قال لها كل اللي بتفكري فيه ده مش حقيقي ومسك ايدها وطمنها. وبعدها حصل اللي حصل وطبعا نراعي مشاعر السناجل والحاجات دي يعني ونعدي الليله. وتاني يوم طلعوا هما الاتنين من المعبد والزومبي بدأوا يقربوا عليهم وسياكو هجمت عليهم وبدأت تقتل فيهم بقوة. وبعدها جريوا وهربوا وراحوا البيت تاكاجي واصحابهم فرحانين برجوعهم. وفي بيت تاكاجي كانت الاوضاع طبيعية لان بيت تاكاجي كان بيت كبير في رجالة بيحرسوا البيت. وفي الجراج هيرانو كان بيصلح العربية وبيبص للادوات اللي هناك باعجاب. بس جت تاكاجي وقالت له ما تعشمش
تبرشمش نفسك انك هتقعد هنا بقية حياتك. وهيرانو قال لها ليه؟ ده البيت عامل زي القلعة وحمينة. بس تاكاجي قالت له هو انت فكرت في صعوبة تأمين الكهرباء والمية هنا في المكان ده؟ وفي الوقت نفسه ام تاكاجي كانت بتقول لكومورو ان لما الزومبي بدأ يهاجم المكان ده، قائد قوات الدفاع الذاتي امر بنشر القوات في محطات توليد الطاقة، وفكر لأي مدى ممكن العمال اللي بيشتغلوا هنا يفضلوا شغالين علشان المكان يفضل زي ما هو، لان العمال دول عندهم عائلات وخايفين عليهم برضو، واحنا مش هنقدر ناخد غير الاشخاص اللي على استعداد يفضلوا على قيد الحياة. وام تاكاجي طلبت من كومورو يتكلم مع تاكاجي ويقنعها بحاجة معينة، وبعدها راح كومورو والباقيين واتجمعوا كلهم مع بعض. وتاكاجي كانت مصممة انهم يسيبوا المكان ويمشوا، بس كومورو قال لها خلينا هنا احسن لان ده مكان امن. بس تاكاجي قالت له ان اهلها حاولوا يحموا نفسهم واللي بيشتغلوا عندهم ونسيوا اهم حاجة اللي هي انا. وكومورو مسكها من هدومها وقال لها المفروض تكوني مبسوطة ان عيلتك بخير واطمنت عليهم. وتاكاجي هديت وقالت له سيبني، وكومورو سابها واعتذر لها. بس تاكاجي ما كانتش متضايقة من ردة فعله. وفي اللحظة دي جت عربيات كتير ونزل شخص من العربية شكله شخصية مهمة. وكومورو سأل تاكاجي مين ده، وهي ردت وقالت له ان ده الرئيس الحالي لعيلتنا وهو اللي بيحكم كل حاجة بقواعده الخاصة ويبقى ابويا. وبعد ما ام تاكاجي وبقية العيلة استقبلوا ابوها، جمعوا كل الموجودين وجابوا زومبي اتحول من عيلتهم، وابو تاكاجي قتله قدام كل الموجودين بسيفه وقال لهم هو ده الخطر اللي بيواجهنا دلوقتي ولازم نتحضر ليه. وكومورو واصحابه كانوا بيتفرجوا من بعيد، وهيرانو كان متضايق وقال ان السيوف مش فعالة، بس سياكو قالت له انها قوية جدا لو قدرت تستخدمها بشكل صحيح. وهيرانو اتعصب، ولما حاول كومورو يهديه قال له مالكش دعوة بيا، انت حتى ما بتقدرش تستخدم الاسلحة بشكل صحيح. بس تاكاجي زعقت لهيرانو، وهيرانو اتضايق وسابهم ومشي. وكومورو اتأثر باللي حصل وافتكر قصة تاريخية سمعها في الفصل عن سفينة عسكرية بريطانية راحت لجزيرة تاهيتي اللي بتعتبر جنة في المحيط الهادي، وكان اسمها في وقتها باونتي. وبعد ما قعدوا فيها 6 شهور تقريبا مشيت السفينة من الميناء، وبعد شهر حصل تمرد في السفينة لان طاقم السفينة اتعود على الحياة المريحة في الجزيرة. وكومورو قال لنفسه ودينا احنا دلوقتي اهو على تاهيتي تانية. وفي الوقت ده هيرانو كان ماسك اسلحته، ورجالة عيلة تاكاجي كانوا عاوزين ياخدوها منه، بس هيرانو كان ماسك الاسلحة ورافض. والرجالة اتلموا عليه وقالوا احنا ما عندناش وقت للعب العيال الصغيرة ده. وجه كومورو وكان لسه هيدافع عن صاحبه، بس ظهر ابو تاكاجي ورجالته قالوا له ان الولد الصغير ده فاكر ان الاسلحة دي مجرد لعبة ورافض يسيبها. وابو تاكاجي قال لهيرانو انا تاكاجي سويتشيرو، وانت يا ابني اسمك ايه؟ وهيرانو اترمى على الارض بيبكي وقال له انا هيرانو كوتا. وسويتشيرو قال له باين من صوتك انك شخص قوي وعديت بحاجات كتير، فممكن تسلمنا اسلحتك بس؟ وهيرانو قال له انا ما اقدرش ارجع للحالة اللي كنت عليها بعد ما عديت بكل ده، ومستحيل اسيب الاسلحة بعد كل اللي عملته. وسويتشيرو قال له باستهزاء يعني انت عملت ايه؟ وكومورو قال له هيرانو انقذ تاكاجي بنتك من الموت اكتر من مرة وكان بيحميها. وفي اللحظة دي جات تاكاجي وبقيت اصحابهم ووقفوا قدام سويتشيرو عشان يدافعوا عن هيرانو. وفي الوقت ده نروح بقى للمدرس شيدو، وكان لسه في الاتوبيس وبيطلع منه اي حد مش بينفذ كلامه وبيسيبوا للزومبي ياكلوه، والطلبة كانوا بينفذوا كل اوامره. ونرجع تاني لكومورو وتاكاجي، وراحوا هما الاتنين يتكلموا مع اشخاص لانهم كانوا بيشتموا في سويتشيرو لانه عنيف، وقالوا لتاكاجي ان ده مرض واكيد هيخلص ومفيش داعي لقتل الناس، وكانوا عاوزين يمشوا. بس تاكاجي قالت لهم ده وباء عالمي ولسه لحد دلوقتي محدش يعرف حاجة عنه، والقتل هي الطريقة الوحيدة عشان تفضلوا عايشين. وطبعا كلهم ما كانش عاجبهم الكلام ده، وقالوا ان تاكاجي بتشجع على عمليات القتل اللي بيعملها ابوها، وانهم هم اللي هيبقى اصحاب القرار، واكيد مش الطلبة دول اللي هنسمع كلامهم. اما سويتشيرو فكان قاعد مع سياكو عشان يختار قائد لحالات الطوارئ، وسياكو اقترحت انه يختار كومورو وقالت له انه كان بيحمينا من البداية وهو الراجل بتاعنا. بس سويتشيرو قال لها هو فعلا قوي بس انا لاحظت انه شخص متردد، وسياكو ما عرفتش ترد عليه. وفي الوقت ده شيدو كان وصل للمكان اللي فيه كومورو واصحابه. اما كومورو فراح لسويتشيرو
سويتشيرو وقال له انه هيروح يشوف اهله عشان يجيبهم معاه. وسويتشيرو قال له مفيش مشكلة، بس احنا لازم نتحرك خلال يومين لان الاماكن في المدينة مش امنة، فلازم ترجع قبل الوقت ده، لان لو ما رجعتش هنضطر نسيبك ونمشي. وكومورو وافق وبلغ اصحابه، وفي اللحظة دي ري سابتهم وجريت، وكومورو بص باستغراب. وشيدو كان دخل للبيت وبيتكلم مع واحد من رجال سويتشيرو، وقال له الراجل ان ابوك رئيس مجلس الشيوخ راجل عظيم واكيد هيفوز في الانتخابات. بس شيدو قال لنفسه عظيم ايه ده راجل حقير، وطول عمري كنت بشوف انه طاغية وكان السبب في ان امي تنتحر. وفجأة جات ري ووجهت سلاحها ناحية شيدو وقالت له انت شخص حقير واكيد والده هيعرف يقدم الادلة اللي تسجنك انت وابوك. وشيدو قال لها انت ازاي هتقتليني وابوكي ظابط. وفي اللحظة دي جاي سويتشيرو ولما شاف الموقف قال لري لو عاوزة تقتليه اقتليه، ما تفضليش واقفة كده، خدي قرارك بسرعة. وري فضلت تفكر وشيدو قال لها اقتليني بسرعة. وكل الموجودين كانوا باصين ومستنين اللي هيحصل، بس ري ما عملتش حاجة ونزلت سلاحها ومشيت بعيد. وسويتشيرو قال لها يعني ده قرارك؟ وري قالت له انه ما يستاهلش حتى القتل، وشيدو كان هيموت جدا من كتر الغيظ. وفي الوقت ده كانت الغواصات الامريكية جات لها الاوامر الرئاسية هي كمان تطلق صواريخ عشان تدافع عن نفسها. وفلاش باك بقى قبل اللي حصل بدقايق، وكومورو كان بيودع اصحابه علشان يمشي، وميركاوا قالت لهم انها افتكرت رقم صاحبتها اللي راح لبيتها ولاقي عندها الاسلحة، وان صاحبتها عضوة في فريق الاقتحام الخاص واكيد هتكون لسه حية. وميركاوا كلمت صاحبتها واسمها ريكا، وبعد ما اطمنوا على بعض الارسال قطع، وريكا بصت للسما، وفي نفس اللحظة كومورو واصحابه بصوا للسما وكان في ضوء جامد ومحدش فاهم فيه ايه، وكل الاجهزة الالكترونية اتعطلت لسبب مش معروف. وشيدو كان ماشي بالاتوبيس والفرامل اتعطلت وعمل حادثة ومعظم الطلاب ماتوا، بس شيدو فضل حي وكان متصاب. وهنا تاكاجي قالت لاصحابها ان ده انفجار AMB اللي زي القنبلة النووية، والانفجار ده بيخلق حقل مغناطيسي وبيأثر على جميع الاجهزة الالكترونية وبيتسبب في عطلها في العالم كله. يعني بالمختصر مش هنقدر نستخدم اي اجهزة الكترونية. وجاي سويتشيرو وسأل تاكاجي لو الوضع ده ممكن يتصلح، وتاكاجي قالت له ان في عربيات ممكن تشتغل لو بدلنا القطعة اللي بايظة فيها، وممكن نلاقي عربيات فيها ضرر بسيط من اللي حصل. وسويتشيرو امر رجالته يدوروا على عربيات فيها ضرر بسيط. وسويتشيرو قال لتاكاجي انا مبسوط من ردة فعلك وهدوءك في الموقف ده. وتاكاجي كانت فرحانة بكلام ابوها. وفجأة ظهروا زومبي وقربوا من البوابة وعضوا واحد من رجالة سويتشيرو، وسويتشيرو امر رجالته يقفلوا الباب يدوي، والرجالة قفلوا الباب، بس في زومبي دخل وهيرانو ضربوا بسلاحه وخلص عليه. لكن الوضع ما استمرش كتير، والزومبي كتروا واتجمعوا على البوابة لحد ما كسروها وقدروا يدخلوا. والزومبي هجم على الموجودين وبدأ يقتلوهم، والوضع بقى فوضوي جدا. حتى البنت اللي كانت بتقول لتاكاجي ان ده مرض وما ينفعش نقتلهم ومسكت سلاح وبدأت تقتل في الزومبي، بس الزومبي هجموا على البنت وقتلوها. اما كومورو واصحابه فكانوا بيحاولوا يقتلوا الزومبي باسلحتهم وكانوا متجمعين مع بعض. وفي اخر اليوم كل اللي نجوا اتجمعوا، وسويتشيرو قال لهم لازم ننتقل للبيت اللي جنبنا ونقلل عدد الزومبي، والستات والاطفال يفضلوا ورا لان القعده هنا ملهاش لازمه بعد ما السور اتهد. وقال لكومورو روح انت زي ما كنت عاوز تروح لاهلك وامشي في طريقك الخاص. وقال لهيرانو وانت خلي بالك من بنتي. وتاكاجي كانت لسه رايحه تتخانق مع ابوها، بس امها ضربتها وقالت لها انا وابوكي معانا حاجات لازم نخلصها ولازم نسيبك مع هيرانو حتى لو ده انانيه مننا. وتاكاجي شكرت امها وجريت مع اصحابها. وسويتشيرو وام تاكاجي رموا قنابل على الزومبي وهجموا عليهم وابتدوا يقتلوا فيهم. وكومورو واصحابه راحوا للجراج عشان يشوفوا عربيه سليمه، بس الزومبي كانوا مش سايبينهم، وكومورو واصحابه كانوا بيقتلوا في الزومبي. اما سويتشيرو واللي معاه فكانوا اتحصروا من الزومبي، ومراته قالت له لو فضلنا على المعدل ده هنوصل لطريق مسدود. بس سويتشيرو ضحك لها وقال لها انت جميله جدا، وابتدوا هما الاثنين يقتلوا في الزومبي بجنون. وفي الوقت نفسه كان في شخص
اسمه مادو بيصلح العربية لكامورو واصحابه، وقدر انه يشغلها. وبعدها ركبوا كلهم العربية، وكامورو قال لمادو اركب بسرعة، بس مادو قال له البنت اللي بحبها موجودة هنا وسط الباقي، ورفض انه يروح معاهم. ومشي كامورو واصحابه بالعربية وعدوا من جنب سويتشيرو اللي كان لسه بيقاتل في الزومبي، ومشوا في طريقهم. وسويتشيرو بعد ما اطمن على بنته قال دلوقتي مفيش حاجة هتوقفنا، والزومبي هجموا عليهم. ونرجع تاني لكامورو واصحابه، بس ماريكاوا قالت لهم ان العربية فيها حاجة غلط، وانا معرفش ممكن نوصل بيها لحد فين. وكامورو قال لها احنا الاول هندور على اهلي واهل ري، وبعدها هندور على صاحبتك. وصلت العربية لجسر كان كل زومبي، وكامورو واصحابه طلعوا في العربية ووجهوا سلاحهم ناحية الزومبي. وكامورو قال هو بيضحك، الموضوع بقى مزعج جدا. وبعدها وصلوا كلهم للمدينة. وبكده يكون نهاية الانمي بتاعنا للنهاردة، وللأسف مفيش مواسم تانية فمش هقدر انزل منه اكيد. فلو الفيديوهات عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهات. ويا رب دايما تكونوا بخير، واريوس يا اخواتي.